هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مستمعي إذاعة الوفاق، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير. نرحب بكم ونقدم لكم بثا جديدا لهذا اليوم السبت الموافق 9 مارس لعام 2019، ونستهل برنامجنا بتعليق سياسي بعنوان خيانة ومؤامرات السياس في المرحلة الجديدة، الجزء الثالث والأخير. يلي ذلك برنامج حوار الوفاق، والذي نستضيف فيه الأستاذ عبد الرحمن طه النور للحديث عن التغيير السياسي في إريتريا، الحلقة الثالثة. وأخيرا برنامج سيرة معتقل، والذي نتناول فيه سير المعتقلين وأوضاع أسرهم، إعداد وتقديم الشيخ محمد جمعة أبو الرشيد. متابعة طيبة نتمناها لكم مع فقرات برنامجنا لهذا اليوم. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. مستمعي إذاعة الوفاق في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. في حلقة السبت الماضي قدمنا لكم الجزء الثاني من تعليقنا السياسي، والذي كان بعنوان خيانة ومؤامرات أسياس في المرحلة الجديدة. وإليكم اليوم الجزء الثالث والأخير. أرى أن مخطط أسياس هو دمج إريتريا بإثيوبيا لخلق دولة وكيان جديد في القرن الأفريقي، ولكن لا أتصور مدى التكلفة البشرية والمشكلات التي ستواجه أصحاب هذا المخطط التآمري لتنفيذه وتمريره على رقاب جميع الشعوب والقوميات الإثيوبية. في مسألة ترسيم وتنفيذ القرار الدولي وتطبيقه، يقول أسياس إن الحدود سبق ورسم من قبل لجان وقرارات دولية، وبالتالي فإن القضية محلولة تلقائيا، ومسألة التطبيق العملي إنما هي مسألة متروكة للظروف والوقت المناسب. ونحن نعلم تماما إن رسم وتطبيق القرارات الدولية لا تعني لأسياس أي شيء، إلا إنه يراوغ ويتحايل على الشعب الإريتري، وخاصة على الأمهات الأرامل اللاتي فقدن أبنائهن في حرب بادمة بهذا الأسلوب من الخداع، حتى لا يموتن مع صعوقات إذا كشف خططه الاندماجية مع إثيوبيا. وتارة أخرى يدعي الدكتاتور إن قرارات ترسيم الحدود سيدخل حيز التنفيذ فور إجراء إثيوبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وقيام حكومة جديدة منتخبة هناك. لا ندري ماذا سيحصل وقتها، إلا إن عدم تطبيق قرار ترسيم الحدود لا يزال يسبب القلق للشعبين الإثيوبي والإريتري. في ختام هذا المقال أود أن أسرد بعد ما تطرق إليه أسياس عن الأحزاب والقوى المعارضة لنظامه، حيث قال: هناك مجموعات تريد خلق مشاكل وبلبل بيننا وبين إثيوبيا بحجة تطبيق قرارات ترسيم الحدود الدولية، فعلينا ألا نغتر بدعواهم، لأن راحتهم وفرحتهم في الخلاف الإثيوبي الإريتري. والآن وقد انتهت اللعبة تماما، عليهم البحث في عمل آخر خلاف الوشاية بين إثيوبيا وإريتريا. يعني إنه يسمم أفكار كوادره حتى لا يطالبونهم أنفسهم بتنفيذ قرارات الحدود، كي لا يعتبروا إنهم واقفون في صف المعارضة إذا أثاروا قضية الحدود. ولا شك إن الكوادر أوصلوا تعليمات سيدهم إلى أتباعهم في جميع الفروع حول العالم في داخل وخارج إريتريا. عودة بسيطة إلى الماضي، نتذكر كيف إن الجبهتين الشعبيتين الإريترية والتجراوية شنتا حربا شرسا على مقاتلي جبهة التحرير الإريترية، مما اضطرت الأخيرة على الخروج من ساحة القتال. عند نشوب الحرب الحدودية بين الشعبيتين في بادمة، خرجت تصريحات من بعض محاربي جبهة التحرير الإريترية القدامى مستنكرين بالشعبيتين المتحاربتين. تلك التصريحات تعتبر من قبل أسياس إنها مواقف دون الوطنية، بالرغم من أن تلك التصريحات والمناشدات والاستنكار للحرب الطاحنة كانت من أجل وقف الاقتتال وحقن نزيف الدماء في كلتا الجبهتين من الهدر. من هنا نفهم أن أسياس لا يعطي أي اهتمام للشباب ولا يبالي بهم، لأنه يدرك مدى تأثر كوادره وأذنابه بغسيل المخ السياسي
الذي أحدثه نظامه في عقول الشباب. لذا أيها الشباب، كلام أسياس وتصريحاته السياسية تتغير مع الزمان، والمؤامرة التي ينسجها على وطننا وعلى القرن الأفريقي عميقة ومتشعبة ولا تبشر بالخير. ومن أجل الوقوف والتصدي لتلك المؤامرة السياسية على جميع قوى المعارضة والتنظيمات، الوقوف صفا واحدا وتضييق هوة الخلافات بينها، والانتقال إلى مرحلة معارضة حقيقية بدوام كامل دون الانتظار إلى نتائج الانتخابات المقبلة في إثيوبيا، وتفويت الفرصة لأسياس وأبي أحمد من العبث بالسيادة الوطنية لإريتريا والتلاعب بحدودها ووحدتها الجغرافية. إلى اللقاء في مقال آخر في حلقة السبت القادم. تحياتي. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. حوار الوفاق. أستاذ عبد الرحمن طه، دعني الآن أنتقل بك إلى محور آخر، وهو محور التغيير السياسي في إريتريا. البعض يرى أن التغيير الذي لا يكون فيه للشعب الإريتري في الداخل دور محوري لا يمكن أن يكلل بالنجاح، ويستشهدون بحركة فورتو بقيادة الشهيد سعيد علي حجاي، وثورة مدرسة الضياء بقيادة الشهيد موسى محمد نور، وتفاعل الشعب الإريتري في الداخل مع هاتين الثورتين. يعني آخرون يرون أن حالة الكبت الشديد في داخل إريتريا لا تسمح بقيام انتفاضة جماهيرية شاملة، وبالتالي يظل التعويل على المعارضة في الخارج. أنتم في حزب النهضة، أستاذ عبد الرحمن طه رئيس حزب النهضة الإريتري، كيف ترون الطريق إلى الخلاص من هذا النظام الدكتاتوري في أسمرة؟ أن هناك اختلاف في وجهة النظر بحكم الواقع المعاش في الداخل الإريتري، لكن يظل أنه تأثير الداخل سواء كان عبر الحراك الجماهيري كما شاهدناه في حراك آخرية مدرسة الضياء بقيادة الشهيد موسى محمد نور، أو الحراك العسكري من قوات الدفاع الإريترية كما شاهدناه في فورتو، يظل حاضر، ويمكن تكرار هذه التجربة بشكل يستطيع أن يتلافى التجارب السابقة، خاصة أن الظروف الحالية تختلف عن الظروف السابقة، حتى القبضة الأمنية للنظام مختلفة، والواقع الآن أن صوت الرفض كموجة معايشة في الداخل الإريتري واسعة جدا، وأيضا الأصوات أعلى من السابق. فالآن هناك واقع جديد يتهدد السيادة الإريترية ويتهدد استغلال إريتريا. كل إريتري وطني غيور يستشعر هذه المخاوف، فعليه الآن نشاهد يعني حتى المقربين من النظام والموالون للنظام ومن هم من الجبهة الشعبية سواء من المناضلين القدام أو غيرهم، هناك تململ، هناك حالات رفض كثيرة. فعليه لا نستبعد الحراك أو الحراك الداخلي سواء كان جماهيري عبر عصيان مدني، وأيضا عمليات أو محاولات انقلاب في الداخل تقوده قوات الدفاع الإريترية والجنود. فعليه نحن في حزب النهضة نرى أن التغيير في إريتريا
يجب أن يكون من خلال العمل في الداخل، ومن خلال تواجد لصيق مع الجماهير الإريترية، ومن خلال التغلغل أيضا في النظام، بالإضافة للحراك الخارجي، وخاصة الحراك الجماهيري الكبير الذي برز في الآونة الأخيرة بشكل كبير وملفت. وأيضا هناك صحوة شبابية واستحداث لكثير من القضايا أوجدت واقع مع قتامة الوضع السياسي في ساحتنا الإريترية وفي المنطقة عموما، لكن تظل هناك آمال أو فضاءات يمكن أن نعمل من خلالها. فنحن كحزب نهضة قررنا منذ فترة طويلة جدا جدا أن لابد أن يكون لنا وجود في الداخل، ووجود فعلي نعمل من خلال الجماهير في رفع وعيها السياسي وتعبئتها التعبئة الصحيحة. أيضا أن نرسل رسائل نستطيع من خلالها تجاوز الإشكالات والواقع الذي فرضه النظام في إحداث شرخ ما بين المكونات الإريترية خاصة الدينية. فوحدة رؤى الشعب الإريتري وخاصة فيما يتعلق بقضية الوحدة الوطنية ومصيره ومستقبله يجب أن تكون هي المدخل الصحيح في تشجيع الداخل. فالنظام عمل لفترة طويلة جدا جدا في إحداث شرخ يمكن عبره التأثير السلبي في هذه القضايا. فالآن نحن في واقع جديد، يجب علينا كقوة في الخارج وفي الداخل أن نتبنى خطاب سياسي واضح المعالم، وأن نمتلك الإرادة السياسية الصحيحة أيضا في مواجهة المخاطر المحدقة بإريتريا. فالداخل لوحده لا يمكن أن يحدث تغيير ذو تأثير كبير، والسيناريو الذي نخشاه هو إعادة إنتاج الجبهة الشعبية من خلال التغيير الذي يمكن أن يحدث من داخلها، ويتجاوز الشعب الإريتري ويتجاوز القوى السياسية ومعسكر التغيير. فعليه ندعو في عملنا في خلال الحراك السياسي الخارجي أن تتوحد الصفوف، وأن نعمل مع كل الشركاء من أجل إحداث التغيير الجماعي وليس المنفرد. فهناك تسابق الآن في الساحة الإريترية، لكن برأينا لا يمكن أن تنجح جهة معينة سواء كان التنظيم أو غيره في إحداث تغيير خاص بها. فنعمل الآن مع جميع القوى السياسية في رص الصفوف وفي توحيد الساحة الإريترية خاصة، وأن المجلس الوطني مقبل على عقد المؤتمر. ففي الجانب الآخر نرى أن القوى في الخارج يجب أن تقوم بتوفير الدعم الدبلوماسي للحراك ككل سواء في الخارج أو الداخل، والدعم السياسي، وأيضا الجانب المادي أو المالي مهم جدا جدا. فعليه يجب أن تتوحد إمكانيات وقدرات معسكر التغيير أو طلاب التغيير في اتجاه
تحقيق التغيير الديمقراطي ودعم الحراك في الداخل واستحداث آليات أو وسائل نضال يمكن أن تكون مؤثرة وفاعلة. فمن خلال هذا المنبر أيضا ومن خلال هذه الفرصة أدعو جميع أو التغيير وخاصة الإعلاميين في إيجاد مظلة إعلامية على الأقل يمكن من خلالها توحيد الرؤى والخطاب السياسي لها، وتبني مشروع قناة تلفزيونية مهم جدا جدا في هذه الفترة. فالتواصل مع الداخل لا يمكن أن يكون عبر الوسائط التي تعتمد على الإنترنت وغيرها، بل يجب أن تتوحد رسالتنا وكلمتنا عبر قناة تلفزيونية تعبر عن قوى التغيير وتعبر عن شعبنا بشكل صحيح. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. سيرة معتقل. إخوانك، أهلك، أبناء وطنك يرزحون في السجون منذ أكثر من 20 عاما. كن معهم ولا تنساهم في قياهب السجون. الحرية للمعتقلين. الشيخ عثمان إبراهيم عبد النور. ولد الشيخ الجليل في مدينة جندع الجميلة بخلاويها العامرة وطبيعتها الساحرة وسكانها الطيبين، حيث تنتشر العوائل الممتدة في جذور التاريخ والمستضيئة بأنوار القيم والأخلاق النبيلة. منذ صباه كانت نفسه تتوق إلى المعالي. همة اجتمعت في شخصه جعلت منه ذلك الفتى المثقف الملم بجوانب العلم والمجيد لفنون العمل، الحافظ لدينه والغيور عليه. نشأ في بيت متدين ومن أسرة دينية معروفة. نفس عثمان التواقة جعلته يبحث عن العلم في مظانه، وبلغ المبتغى في أن يكمل تعليمه الجامعي في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. وبعد التخرج هيئت له الفرص كأصدقائه للعمل في مناطق إفريقيا، لكنه آثر إلا أن يمضي معلما لأهله ومحبا للخير لهم. كيف لا وهو من رحم هذا الشعب الكريم الذي أنجبه وأنجب النبلاء من أمثاله. والكريم دائما لا يرضى إلا بأعلى درجات الكرم. حمل علمه تسابقه الأشواق إلى معهده الأول ومدينته التي يدين لها بالوفاء، جندع. وما أدراك ما جندع؟ هي واحدة من المعالم البارزة في الحياة الإريترية، فهي مدينة العلم ومحطة إشعاع مثل مثيلاتها في إريتريا. في هذه المدينة الوادعة بدأ الأستاذ عثمان عمله معلما في معهدها ومربيا لجيلها، الناشئ بحكمة وروية وغيرة على الإسلام وأهله. كان واسع المعرفة ذكيا ولماحا، عارفا بالأنساب، مهتما بالصغير والكبير، ملما باللغات كالإنجليزية، وإجادته للعربية والأمهرية والتجرينية والتجرايت. وكان يساعد الناس في كتابة عرائضهم باللغة التي يريدون،
مما أثار حفيظة الحاقدين عليه. كان بيته للناس ولقضاء حوائجهم، يتلقاه الناس في الطرقات ويحكون له من أمور دينهم ودنياهم، مما جعله نقطة التقاء ومثار إعجاب الكثيرين من الطلاب والناس البسطاء. لكن ما كان لهذا النجم أن يضيء في سماوات مجتمعه ولا يعترضه أحد، فهناك من لا يروق لهم أن يستمر هذا النجم في الصعود. هم يرون كل شخص تلتف حوله الجماهير خطر عليهم. هؤلاء الذين بدأت ثقافتهم في تغييب الآخر المخالف لهواهم، تغييبه إما بالتصفية الجسدية أو بالتغييب خلف أبواب الزنازين الموحشة التي هي أيضا باب من أبواب التصفية. بعد أن تم تغييب العلماء والمشايخ وحملة مشاعل العلم في كرن الصمود، اتجهت الأنظار إلى المعقل الثاني ومحطة الإشعاع الديني التي حفظت للناس دينهم في عهد الاستعمار، جندع التي تأسس فيها المعهد الديني في ستينيات القرن الماضي، وهو يضم المئات من الطلاب في المراحل المختلفة. وفي عتمة الليل البهيم اقتحمت عصابات الهجدف ليلا بيت الشيخ الوقور عثمان إبراهيم عبد النور، وعندما أنكر هذا التصرف غير الأخلاقي في ترويع النساء والأطفال في جوف الليل، أطلق عليه أحدهم الرصاص وسال دمه الطاهر في الأرض، وقد أرادت زوجه أن تلحق به وترى ماذا حدث، فما كان من أحدهم إلا أن ركلها برجله في وحشية قاسية. لم يعرف أبناؤه الصغار ماذا جرى، ولم يحفظوا من تلك القصة إلا الحكاوي المؤلمة التي تجرعها الصغار قبل الكبار. لم يعرف مصيره بعد تلك الطلقات، هل هو على قيد الحياة ينتظر الفرج من رب كريم بعد خذلان القريب قبل البعيد وظلم ذوي القربى، أم فارق الحياة ولحق بربه راضيا مرضيا؟ كبر الصغار وتحملوا من عنة الحياة وقسوتها بفقدان والد لم يكن لهم لوحدهم، بل كان والد الجميع، ترك ولدين و3 بنات. كان اعتقاله ليلا بتاريخ 12 من يوليو عام 1996. لم ينسى الشعب الأريتري العلماء المعتقلين ولا الشرفاء المعارضين الذين زج بهم النظام في غياهب السجون. وإن ذاق هذا الشعب مرارات التشرد والحرمان وكثرت عليه الحروب والويلات، لكن العلماء هم مشاعل تهدي الطريق، وهم ذاكرة الأمة وذكراها التي لا تشيخ. قد يغيبون عن الحياة اليومية وقد يغيبون عن الوجود، لكن أعمالهم تظل تؤرق من غيبهم، وأسماؤهم ترهب من أقدم على الجريمة ومن شارك فيها. سيظل الشيخ عثمان مثل بقية إخوانه الشرفاء الأبطال رقما في سجل الخالدين وفي ذاكرة الأحرار المقاومين. هذه إضاءات سريعة قامت بإعدادها وكالة زاج للأنباء لإلقاء الضوء على نجم من نجوم الدعوة في إريتريا، وقد قمت بتقديمها إليكم بشيء من التصرف، وهي عبارة عن ملامح عامة عن حياة الشيخ الجليل، وهي فاتحة خير للتوثيق لرموز أمتنا وعلمائها ومناضليها، وهي دعوة لتلاميذ الشيخ في كل بقاع العالم. أحببنا أن نلفت نظرهم ليكتبوا عنه وعن مآثره وجهوده العلمية حتى يعلمها القاصي والداني. ونحن نعلم أن الذين خلف زنازين الهلاك
غيبوا من أجل دينهم وتوعية شعبهم، لم يقترفوا ذنبا ولم يرفعوا سلاحا ولم يؤذوا أحدا. والسكوت وطي تاريخهم هكذا يؤكد للمجرم أنه سوف يفلت من العقاب. وتظل مهمتنا أن نذكرهم ونحتفي بسيرهم كما كانوا يحتفون بتعليمنا ويعملون في رفع الجهل عنا، في إطلاق سراح علمائنا حق لن يسقط وتاريخ يأبى النسيان. تقديم محمد جمعة أبو الرشيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة الوفاق الوطني الإريتري. أحبابنا دق الجدار بالحق نصنع مجدنا. أحبابنا دق الجدار بالحق نصنع مجدنا. أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا. أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا. أحبابنا لن يختفي وضح النهار في أرضنا. أحبابنا مستمعين الأفاضل، إلى هنا وتنتهي بث برامج إذاعة الوفاق المعدة والمقدمة لهذا اليوم. باسمي ونيابة عن أسرة المحطة أشكر حسن متابعتكم، على أمل اللقاء بكم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة الوفاق، صوت الجماهير الإريترية. هنا إذاعة الوفاق الوطني الأريتري.